بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعندما سمع موسى صوت الله عز وجل يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. زاد انتفاض جسده وازداد خوفا وخشية بعد أن عرف أن الله هو من يتكلم معه، وخلع عليه. وأكمل الله عز وجل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم. وعندما رأى موسى الحية تسعى حوله وبين قدميه خاف واستدار وولى مدبرا، ولكن الله عز وجل ناداه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ومد موسى يده إلى الحية فتحولت إلى عصا مرة أخرى، وقال الله عز وجل مكملا له: بسم الله الرحمن الرحيم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ووضع موسى يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء، ووضع يده على قلبه فاطمأن وسكت. وأصدر الله أمره لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى: رب إني قتلت نفسا من آل فرعون وأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. وأجاب الله عز وجل دعوته وقال له: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ودعا موسى ربه مرة أخرى وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تقبل الله دعاء موسى وجعل هارون وزيرا له، وسرد الله له حكايته منذ ولادته إلى أن قال له: واصطنعتك لنفسي.
أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وكان موسى يسير مع أهله وهو شارد الذهن يفكر فيما حدث. ماذا سيفعل مع فرعون؟ إن الله أمره أن يدعو فرعون إلى دين الله برفق ولين، وأن يطلب منه أن يعتق بني إسرائيل من العبودية والمذلة التي يعاملهم بها. موسى، موسى ولدي. إذن فقد جاءتك الرسالة والنبوة. كنت أعلم تماما أنك النبي الذي سيبعثه الله لفرعون كي يخلصنا منه. وقد استجاب الله دعائك وجعل لك أخاك هارون وزيرا لك ليشتد به عضدك. إذن فقد جعل الله هارون نبيا معك. يا لسعادتي، أنتما الاثنان أصبحتما نبيين. ولكن ولدي، ماذا عن النفس التي قتلتها؟ إن الله أخبره أنه سيكون معهما، ولن تصل أيدي فرعون وجنوده إلى موسى أو هارون أبدا. الله أكبر، إن القوة لله جميعا. فلتتوكلا على الله ولتذهبا لفرعون في الصباح كي تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى! موسى! مرحبا بعودتك يا موسى! أليس هذا موسى؟ هو بعينه. يا موسى! يا موسى! أهلا بك يا موسى! مرحبا يا موسى! أهلا يا موسى! تعال يا موسى! مرحبا يا موسى! ماذا؟ تريدني أن أطلق سراح عبيد بني إسرائيل؟ إنهم عبيدي وقد ورثتهم مع ملك مصر. أتقول إنهم عباد ربك؟ وما رب العالمين يا موسى؟ ورد
ورد موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ألا تسمعون؟ وأكمل موسى دون أن يلتفت لسخرية فرعون: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ويكمل موسى: رب المشارق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أبعد أن هربت كل هذه السنين تأتي إلينا بمثل هذا الطلب الغريب؟ ألست موسى الطفل الرضيع الذي التقطناه من النيل والذي لم يكن له حول ولا قوة؟ وأنا من ربيتك في هذا القصر، وصرت رجلا بعد أن أطعمتك مما أطعم منه، ونمت على فراش الآلهة، وأحسنت إليك أشد الإحسان. وقال موسى ردا على فرعون: أتقول إنك أنعمت علي وربيتني في القصر بعد أن جعلت أهلي وعشيرتي عبيدا عندك تسخرهم وتستعملهم لأغراضك الدنيوية؟ ألست موسى الكافر الذي قتل المصري والذي هرب بعد فعلته؟ ويرد موسى على فرعون قائلا: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أتريدنا أن نؤمن بربك؟ فما بال القرون الأولى التي لم تؤمن به؟ ويرد موسى على فرعون قائلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين يا موسى. وقال موسى له: أولو جئتك بشيء مبين؟ ما هو هذا الشيء المبين يا نبي الله؟ أرنا إياه إن كنت من الصادقين. أبعدوا هذه الحية عني. ما هذا الذي فعله موسى؟ اذهب الآن يا موسى. مولاي. اصمت. اخرج أنت كذلك، وليخرج كل من في القاعة. لا أريد أن أرى أحدا. ورمى موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير هائل الحجم. ظل يزحف في القاعة حتى وقف أمام فرعون وجها لوجه، وامتقع وجه فرعون وصرخ في حاشيته خوفا: لماذا لم يبتلعه الثعبان حتى نستريح منه؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء بياضا شديدا طغى نوره على كل أنوار قصر فرعون. وهل رأيت كل هذا بعينيك؟ نعم رأيته. لقد دخلت مع موسى إلى القصر أنا وشيمون وعزرا وبعض العبيد، ورأينا كل هذا. وماذا قال فرعون بعد أن رأى هذه العلامات؟ امتقع وجهه وأصبح أصفر جدا وذهبت منه الدماء، ولكنه أصر على كفره. لن يتركنا فرعون ويعتقنا من العبودية. إن إله موسى قد أرسله إلى فرعون بالرسالة، ويجب أن ينفذها فرعون حتى لا يغضب إله موسى.
أيها الساقي، فلتحضر لنا مزيدا من الخمر. اصمتوا بحق الآلهة عن سرد هذه الحكاية، لقد أمر فرعون ألا يتحدث بها أحد. لا عليك يا صديقي، إن مصر كلها تتحدث بها.